السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. احوالكم طيبه؟ اليوم ان شاء الله فيديو جديد على القناه. غادي نقترح عليكم الخبز بالبصل، كيجي من اروع ما يكون، كيجي رائع. وليداتكم ولا نتوما غادي تحماقوا عليه، كترافقوه بالشوربه اولا الحيره في العشيه مع هذا الحل بارد. يا سلام، ما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. هذا الخبز للاكثر من رائع، فرشه ممتعه. على بركة الله غنعطيكم المقادير. غادي نحتاجو 200 غرام ديال الدقيق الكامل بالنخاله ديالو، يعني كتغربلو كتحيدو ديك النخاله الغليظه كتبقى فيه ديك النخاله الحمراء. وغادي نحتاجو 150 غرام ديال الفرص، 30 غرام ديال الحليب بودره. الا ما عندكمش كتعوضوه بالحليب، يعني ملي كتكونوا كتعجنوا كميه ديال الحليب وكميه ديال الماء. غادي نحتاجو 6 غرام ديال الخميره الفوريه، 2 الملاعق كبار ديال زيت الزيتون، عندنا الملح والماء باش غنعجنو ان شاء الله. بسم الله. اول حاجه في العجانه غادي نوضعوا الدقيق الكامل، الدقيق الابيض، الحليب بودره. تقدروا تعوضوه بالحليب اللي كنشربوه ملي تكونوا كتعجنوا، ديروا واحد الكميه ديال الماء وكميه ديال الحليب، نتوما عينكم ميزانكم. 6 غرام ديال الخميره الفوريه. بالنسبه للملح انا كنخليها دائما حتى كنعجن عاد كنضيف الملح. 2 الملاعق كبار ديال زيت الزيتون. وغادي نجمعوا العجين ان شاء الله بالماء. الماء غنضيفوه بالتدريج، غنعطيكم بالعبار ديال الكاس العنبه، ولكن نتوما دائما عينكم ميزانكم، لان الدقيق الكامل كيشرب الماء. انا كيف ما غتشوفوا معايا غادي نضيف الكاس الاول ديال الماء، يعني كاس عنبه، ما يعادل واحد 150 ملي. وغادي نعجن مزيان حتى كيندمج ليا الخليط. وعيني ميزاني غنبقى نضيف الماء بالتدريج. كيف ما شفتوا معايا ضفت الكاس الاول، من بعد عندي كاس ثاني ديال الماء، يعني كاس عنبه ما يعادل 150 ملي. غادي نضيفوه بالتدريج، يعني ما غنضيفوش دقه واحده كيف ما كتشوفوا معايا. ومن بعد غادي نضيف الملحه. دائما كنخليه حتى كنعجن عاد كنضيف الملحه، وكذا كنضمن بان الخبز ديالي غادي يخمر. صافي غادي نضيف الماء، نجمع العجين ديالي، ومن بعد نقول لكم انا شحال دخلت ديال الماء، وانتم دائما عينكم ميزانكم. بالنسبه لي انا دخلت كاس ونص ديال الماء، كاس عنبه، والكاس الثاني يعني ضفت فيه غير النص، وانتم عينكم ميزانكم. غادي تشوفوا معايا القوام من بعد خديت اناء اخر غادي نوضع فيه العجينه. وكيف ما كتشوفوا معايا يعني عجينه عندنا مرخوفه لنجاح هذا الخبز. العجينه خاصها تكون عندنا مدلوكه مزيان ومرخوفه. هانتوما القوام ديالها يعني كتكون يعني مدلوكه مزيان، وشوفوا معايا ما كتقطعش. شفتوا كيف ما شفتوا معايا، يعني انا كنتيريها مدلوكه مزيان ما كتقطعش. غنشكلها على شكل كره، غادي نغطي عليها بمنديل ونخليوها حتى كتخمر. وندوزو دابا ان شاء الله باش غادي نحضروا البصله. بالنسبه للبصله غادي نحتاجو حبه ديال البصله كتكون كبيره، الا ما كانتش عندكم كبيره كتستعملوا جوج صغار. كتغسلوها تنقيوها تقطعوها هاد الشرائح، كتكون بحال هكايا رقيقه. 2 الملاعق كبار ديال زيت الزيتون. عندي القليل من الفرماج غابي، هذا غنحتاجوه في الاخير. وغنحتاجو الملح والابزار، هادشي باش غادي نسمو هاد البصله ديالنا. في مقلاة غادي نوضع زيت الزيتون، غادي نوضعوا البصله، غادي نضيف عليهم البزار، قليل من البزار، واحد 4 معالق صغيره. والملح، الملح ما كتكثروش باش تردوا البال، لان حنا الخبز عاجين فيه الملح. صافي غادي نوضع كلشي فوق النار، وكان النار كتكون عندنا منقوصه باش ما كتحرقش لكم البصله. كنخليوها حتى كتنزل، يعني كطيب كتعسل لينا داك البصله، كيولي اللون ديالها بني. ومن بعد ما كتوجد البصله يعني كطيب كتاخذ لينا داك اللون بني، يعني تعسلات. كيكون هذا هو الشكل ديالها، كتجي رائعه في هذا الخبز. اكيد الا جربتوه غادي يعجبكم، يعني مع شوربه اولا الحريره كيجي يا سلام، قمه في اللذه. شوفوا اللون ديالها كيفاش كتكون عندنا يعني معسله. صافي غادي نخليها على جنب تدفى. بالنسبه للفرماج ما غنضيفوش عليها، غنخليه هو الاخير. وغادي ندوز ان شاء الله باش غادي نشكلوا الخبز ديالنا من بعد ما خمر. من بعد ما خمرات العجينه نضاعف الحجم ديالها، اللهم بارك. قد ما خمرات العجينه الخبز ديالنا كيجي مهوي، تيجي منفس في ديك التقيبات صغار بحال البغرير. صافي هنايا غبرت سطح العمل بالقليل من الدقيق. غادي نحيد داك النفس ولا داك الهواء اللي تيكون عندنا في العجينه، وتحاولوا ما تدخلوش لا الدقيق، خاصها تبقى عندنا مرخوفه. وغادي نبسطها على شكل اللي تيكون دائري. والطاغي بيدينا ما غاديش نحتاجو المدلك. العجينه عندنا مرخوفه راها كتلصق في السبعان. الا شتو كتديروا سبعانكم في الدقيق وكتبسطوها. صافي هنايا غادي نوضع هذيك البصله، غادي نضيف داك الفرماج،
وصافي وغاديين نحاولوا ندلكوها، يعني كندخلوا ديك البصله والفرماج في العجينه. هي غتقطع عليكم العجينه، ولكن راه ماشي مشكل، في الاخير راه غادي تجمع عليكم ضروري. ما كتصبروا معاها، ولكن في الاخر كتحصلوا على نتيجه اللي كتكون هي رائعه ان شاء الله. صافي كيف ما شفتوا معايا دابا انا دخلت البصله والفرماج. كلت العجينه ديالتي على شكل كره. شوفوا معايا القوام ديال العجينه كيفاش تيكون عندنا، يعني ديك البصله دخلت مزيان، كيفاش كيبانوا لكم دوك الطريفات او المرصويات ديال البصله، والعجينه راه عندنا مرخوفه. صافي غادي نغبروا سطح العامل بالقليل من الدقيق، وهاد المره غادي نورقوها على شكل دائري عفوا، كيف ما موضح لكم في الصوره. وهنا ان شاء الله غادي نروليها بحال شكلت الباكيت اللي كنديرو كنروليو، وحنا كنسوديو بصباعنا يعني العجين كيف ما موضحه لكم الصوره. كنبقى غاديه كنرولي وانايا كنسودي بصباعي حتى في الاخير كنوصلوا لراس. كنقلب الخبز ديالي وكنسوديه مزيان باش ما يتحش لكم الفران. كنعطيوها الفورما ديال باكيت كيف ما غادي تشوفوا معايا. غنحاولوا نبسطوها شويه، ماشي بزاف، ولكن ضروري ما كتبسطوها باش ما كيجيش الخبز تاني غليظ بزاف. وكنعطيها الفورما ديال الباكيت، يعني كنقادها في داك الراس، هذوك القنيتات كنصوبوها مزيان على هذا الشكل. صافي انايا غادي نحطها في اللاطه، كتكونوا مفرشين ليه اللاطه الورق ديال الطهي او ورق الزبده، وغادي نوضع الخبز ديالي على هذا الشكل وكنخليوه ان شاء الله حتى يخمر. ومن بعد نكملوا التتمه. من بعد ما كيخمر الخبز، شوفوا ما شاء الله اللهم بارك، تضاعف الحجم ديالو. شفتوا معايا في هذه المرحله انا شعلت الفران، درت ماء غليان، درته في واحد الاناء، دخلته الفران في التحت وسديت الفران خليته يسخن باش الخبز ديالنا كيجينا مقرمش. هنا خديت الحليب، تقدروا تستعملوا الماء. غادي ندهنوا الخبز ديالنا من الفوق، حتى انا غنغبروا بالدقيق وغنزينوا بالزراره باش يتبتوا، يعني دوك الزراره والدقيق تيتبتوا على الخبز. من بعد غناخدو سكين تيكون حاد وغادي نفلحو الخبز ديالنا، يعني تنفلحو باش ملي كيدخل الفران كيضاعف ليه الحجم ديالو. هذاك التفلاح كيعطينا واحد المنظر جميل. صافي كيف ما شفتوا معايا، وغادي ناخد الدقيق وغادي نغبر غير هاد الجهه، يعني الراس ديال الباكيط هاد الجهه الاولى، والجهه الثانيه يعني في الاخر، يعني الراس الاخير حتى هو غادي نغبروه بالدقيق على هاد الشكل. يعني طريقه سهله، ولكن المنظر ديال الخبز ديالنا كيجي جميل كيف ما شفتوا معايا في الصورة. وفي الوسط كناخدو الزرارة، كتاخدو أي زرارة عندكم. أنا عندي بودو اليقطين، الجنجلان أبيض، الخشخاش أو البافو. غادي نزين في الوسط ديال الخبز على هذا الشكل كيف ما شفتوا معايا، كيجي فيه واحد المنظر جميل. من بعد إن شاء الله غادي ندخل الخبز ديالي الفران، غادي نخليوه يطيب. أنا مشعلة على أعلى درجة عندنا، سخونة، مشعلة النار غير من التحت. غادي نخليو ان شاء الله الخبز ديالنا حتى كيطيب. ومن بعد ما كيطيب غادي نشوفوا كيفاش كيجي في طبق التقديم. ومن بعد ما كيطيب الخبز كنخرجوه من الفران. اللهم بارك اللهم بارك، كيجي اكثر من رائع. كيجي واخد لنا لون ذهبي، مقرمش مزيان، يعني كيفاش تنقولوا الخبز يعني طيب مزيان محمر. وداك التفلاح اللي كنديرو بالسكين شوفوا كيفاش كيجي ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك. كتخليوه حتى كيبرد تماما، عاد كتقطعوه ان شاء الله. انا غنخليه يبرد ونقطعو لكم تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. بعد ما كيبرد الخبز ان شاء الله شوفوا معايا كيفاش كيجي ما شاء الله اللهم بارك. كيجي خفيف، كيجي قطني. غادي ناخذ منشار السكين ديال الخبز وغادي نقطعوه ان شاء الله. انا غادي نقطع لكم وغادي تشوفوا كيفاش كيجي الداخل ديالو، كيجي مهوي. ولكن ضروري ما كتخليوه حتى كيبرد باش كيتقطع لكم بكل سهوله. شوفوا معايا ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك كيفاش كيجي فيه دوك التقيبات بحال ديال البغرير، واللذه ديالته ما نقولش لكم يا سلام. كنرافقوه في العشيه سواء مع الشوربه سواء مع الحريره، كيجي هائل، كيجي لذيذ. اكيد الا جربتوه غادي يعجبكم. نتمنى الاقتراح ديال اليوم يعجبكم. الا وصلتوا معايا حتى لهنا وعجبكم عجبتكم الوصفه ديال اليوم، ما تبخلوش عليا بالتشجيع ديالكم. ديروا واحد البصمه، واحد كومونتير محفز، هذا فضلا منكم وليس بالامر. تنقدموا لكم بالصحه والراحه. نقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعه. الى اللقاء مع وصفه